حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. بالنسبه لحبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو ومتابعه للصفحه وكمان شير للفيديو. والناس اللي محتاجه قراءات خاصه بتتواصل معايا على رسائل صفحه الفيسبوك. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف ايه هي اسرار حبيبك المستخبيه، وهنعرف اذا كانت الاسرار دي فعلا مأثره على العلاقه ولا لا. الاسرار دي هتفيدك في ايه؟ ممكن تكون حاجات انت ما تعرفهاش، حاجات هو مخبيها، فهنشوف اسراره ايه هي اللي مخبيها او مداريها عنك. هنعمل كده تهكير او كشف كده ونشوف اسراره اللي مش بيبوح بيها او خايف ان هو يقولها لك او خايف ان هو يواجهك بيها. هنشوف ايه هي. بسم الله. طيب هنشوف ايه هي، هنشوف مع بعض. بسم الله. تمام ماشي. بسم الله. طيب بداية كده أنا شايفة إن الطاقة فيها حنين للذكريات، دايما بتفكر في الأيام الجميلة، دايما بتفكر في الذكريات اللي كانت ما بينك وما بينه، أول ذكريات اللي كانت في العلاقة. فدايما عندك حنين للماضي أو عندك يعني الماضي بيشدك ليه تاني. تمام. طيب شايفة إن في حاجة حصلت من الشخص ده غيرت شكل العلاقة تماما. انت من وجهة نظرك شايف ان الشخص ده عايز يهرب، عايزه، شايف ان الشخص ده بقى قاسي. انت عارف ان الشخص ده غلطان في حقك او ظلمك او اذاك او جه عليك. فدي المشاعر المسيطرة عليك دلوقتي او الطاقة اللي مسيطرة عليك دلوقتي. هو بقى انا شايفاه ان هو بيقارن كمان ما بين مشاعره في الماضي ومشاعر اللي هو فيها دلوقتي. بيقارن ما بين مشاعر الماضي من حب ورومانسية وشغف والعلاقة دلوقتي والمشاكل اللي فيها والأزمات اللي فيها. طيب شايفاك بتيجي عليك أوقات بتسأل نفسك، بتقول انتوا كنتوا متفاهمين وكانت العلاقة ماشية كويس وكان كل شيء تمام وما كانش فيه أي مشكلة. ايه اللي حصل في العلاقة؟ ايه اللي اتغير؟ الدنيا كانت كويسة وكانت ماشية تمام، ايه اللي بوظ شكل العلاقة؟ ليه اسلوبه اتغير؟ ليه طريقته اتغيرت؟ ومش عارف في نفس الوقت تلاقي اجابات تفيدك او تريحك. انت من وجهة نظرك حاسس او شايف ان في حد متدخل في العلاقة، وشايفة ان انت من جواك عندك طاقة قوية جدا ورغبة ان انت تتحدى الطرف المتدخل في العلاقة. والطرف متدخل يا جماعة يعني علاقة ثلاثية، في حد في حياته او طرف مش موافق من ناحيتك او من ناحيته، قريب، صديق، زوج، زوجة. تمام. فزي ما قلت لك انت عندك رغبة قوية ان انت تتحدى الشخص ده، لان انت نفسك ان انت العقبات دي تزول او الازمات دي تزول او المشاكل دي تزول والعلاقة دي ترجع تاني زي الاول، ما يحصلش اللي حصل فيها دلوقتي، ما يحصلش التغيير اللي حصل دلوقتي. طيب شايفة ان الشخص ده في الطاقة الحالية شايف ان هو مسيطر على كل حاجة وان كل حاجة ماشية زي ما هو عايز، وعنده احساس قوي قوي ان هو المتحكم في العلاقة سواء بالايجابيات او السلبيات. وهو خلي بالك راضي بكده جدا، حتى لو هو اذاك او حتى لو هو جه عليك او حتى لو هو استغلك او حتى لو هو زعلك. حاسس ان هي حاجة عادي بالنسبة له، عادي ان هو يكذب، عادي ان هو يحور، عادي ان هو يخبي. واثق من نفسه قوي، واثق من قراراته. يعني هو شايف ان حتى لو هو بيكذب عليك فدي حاجة لمصلحتك ومصلحة العلاقة، حتى لو هو بيحور عليك دي حاجة من مصلحتك ومصلحة العلاقة، فهو راضي عن اللي هو بيعمله. تمام. شايفة مفيش حاجة مخوفاه، لان مشكلته ان هو متأكد قوي من مشاعرك وعارف ان انت شريك وعارف ان انت استحالة هتبيعه. طيب في مشكلة كمان بتواجهك مع الشخص ده، ان الشخص ده مودي شوية. الشخص ده بيقرب بمزاجه وبيبعد بمزاجه، بيقرب لما توحشه ويفتقدك، وفجأة بيبعد قوي عنك ولا كأنه يعرفك وبيختفي، وممكن يعمل لك بلوك وممكن ما تعرفش عنه حاجة ولا هو يعرف عنك حاجة. تمام. كمان هو غامض في بعض الأمور الغامضة
في حياته، خايف ان انت تكتشفها او خايف ان انت تعرفها، او في اسرار عنده ممكن هو مش عايزك ان انت تعرفها. انا شايفة ان الشخص ده مربوط بيك ومربوط بالعلاقة، في رابط قوي جدا ما بينه وما بينك، في رابط قوي بيشدك ليه وبيشده ليك. تمام. لكن انت طول الوقت حاسس ان في حاجة واقفة ما بينكم وانت مش شايفها، لكن هو عارف ومتأكد كويس قوي ايه هي الحاجة دي. تمام. لان ممكن يكون شخص تاني في حياته، وممكن يكون هو محول لك في حاجه، ممكن مثلا كان قال لك انا منفصل وهو لسه ما انفصلش، ممكن كان بيقول لك مثلا انا في مفيش حد في حياتي وهو في حد في حياته، فانت حاسس ان في حاجه هو مخبيها او في حاجه مش واضحه قدامك، لكن هو عارفها وفاهمها كويس قوي، واضحه بالنسبه له وضوح الشمس. تمام. او ممكن ما يكونش كده، ممكن يكون عنده مشاكل في اسرته، او اسرته متحكمه فيه او متحكمه فيكوا او متحكمه في العلاقه. تمام. فشايفاه ان هو خايف ان هو ايه امره يتكشف، خايف ان انت تعرف اسراره دي او امره يتكشف بالنسبه لك، وتعرف اللي هو مخبيه. تمام. لان هو خايف ان انت لو اكتشفت اللي هو مخبيه او اللي هو مداريه ما ترضاش بالوضع ده، لان هو عارف ان عارف شخصيتك كويس، وعارف ان انت استحاله هترضى باي وضع. هو عارف انت ايه كويس، عارف ان انت شخص استحاله ترضى بوضع مش مظبوط، عارف ان انت شخص ما تستحقش كده، فعشان كده هو خايف. تمام. طيب هنسحب كروت تاني كده نشوف الدنيا. زي ما قلت لك في رابط قوي ما بينك وما بينه، في حاجة رابطة ما بينك وما بينه، يعني استحالة بتقدروا ان انتوا تبعدوا عن بعض مهما بيحصل، في رابط قوي، روابط قوية ما بينك وما بينه. طيب شايفة ان الشخص ده شوية متسرع في كلامه او متسرع في ردود افعاله. تمام. فممكن يكون بيقولك كلام بيضايقك، ممكن يكون بيقولك كلام بيزعلك، بيعمل حاجات بتضايقك، لان هو عصبي وانفعالي شويه. تمام. مش بيعرف ان هو يركز قوي، او مش بيعرف ان هو ايه يتحكم في ردود افعاله. وكمان إن هو من النوع حتى انت لو واجهته وسالته على اي حاجه عمره ما هيديلك رد يريحك. تمام. فانت طول الوقت مش مرتاح من ردة فعله. تمام. لكن زي ما قلت لك رغم الاسرار اللي مخبيها ورغم كل الكلام اللي انا بقوله ده، لكن هو زي ما قلت لك في رابط قوي وهو متعلق بيك وانت متعلق بيه. تمام. وهو خلي بالك مبسوط ان في رابط قوي ما بينك وما بينه. انه ليه؟ لان هو حاسس ان الرابط ده بيخليه ان هو يرجع لك في اي وقت، يتكلم معاك في اي وقت، يدخل حياتك في اي وقت من غير اي مشاكل، فهو مبسوط قوي بالرابط دوت. تمام. طيب خلي بالك الشخص ده مش مبسوط من اللي هو مخبيه عليك، الشخص ده زعلان جدا من اللي هو مخبيه عليك، او حاسه ان هو كانه مغصوب ان هو يخبي، او ان هو مغصوب ان هو يداري، او هو مغصوب ان هو يعمل كده. تمام. علشان زي ما قلت لك هو مش عايز يخسرك، فهو شايف ان هو دلوقتي قدامه حل من الاتنين، يا يكذب عليك ويكمل معاك والدنيا تمشي، يا يقول لك الحقيقه ويخسرك وتبعد عنه وتسيبه. تمام. طيب الشخص ده خايف قوي ان انت تحاسبه، خايف قوي ان انت تواجهه. فشايف من وجهة نظره ان هو عشان كده قلت لك في الاول ان هو واثق قوي من نفسه، واثق قوي من قراراته، حتى لو هو بيكذب وحتى لو هو بيحور فهو واثق من كل اللي بيعمله، وشايف ان ده القرار الصح. فهو برضو هنا حاسس ان هو لو فضل مخبي الاسرار دي العلاقه هتكون احسن والوضع هيكون احسن، ومش هيكون في خسائر ومش هيكون في مشاكل، والدنيا هتكون افضل بكتير لما هو يقولك. طيب الشخص ده عارف ان هو عنده سلبيات ومعترف بيها، ودي حاجه حلوه ان هو بيعترف بسلبياته، وشايف ان هو لازم يغير من نفسه، وعارف ان هو في حاجات عايز تتغير. تمام. ودي حاجة حلوة ان هو ابتدى يدور على حلول، يعني شايفة ان هو ابتدى يدور على حلول علشان يبسطك، علشان يطمن قلبك، علشان يغير من نفسه، عشان يطور العلاقة. لان هو عارف ومتأكد ان انت حاجة مهمة في حياتك في حياته، لان هو بيحبك ومتمسك بيك وعايزك ومش عايز ان هو يخسرك، وعارف ان انت حاجة مهمة في حياته، حتى لو هو عنده طرف ثالث بس انت برضو بالنسبة له حاجة مهمة جدا في حياته، ما بيقدرش ان هو يبعد عنها او يتخلى عنها. طيب شايفة ان الشخص ده ما بيبقاش سعيد او ما بيبقاش مبسوط غير وهو معاك. تمام. ولكن انتوا مشكلتكم برضو ان انتوا عندكم بعض النقط السلبية، انتوا مشكلتكم ان انتوا مش بتعرفوا ان انتوا تعبروا عن مشاعركم،
لا انت ولا هو، كل واحد ما بيعرفش يطلع اللي جواه. الشخص ده بيحس براحته وبحريته معاك، بيحس ان هو يعني حر طليق وهو قدامك وهو معاك. فشايفه ان في مشاعر ايجابيه وشايفه ان في خطوات ايجابيه. طيب هنشوف مشاعره، هنشوف سوري هل هيفتح لك قلبه ويعترف لك باللي جواه ولا لا. طيب انا شايفاه ان هو عايز يكون معاك، شايفاه عايز يقرب منك مهما حصل، حتى لو انت بعدت، حتى لو انت سبته، حتى لو انت قررت تسيبه، هو مش هيسكت، هيقاوم. حتى لو انت قررت تسيبه هيحاول ان هو يقنعك ان هو الاختيار الاحسن بالنسبه لك، ان مهما حصل انتوا هتكونوا لبعض، مهما كان في تحديات وازمات هتكونوا لبعض. هيعمل اي حاجه علشان يطور العلاقه دي، او علشان كمان يقنعك ان هو مظلوم، او ان هو كان غصب عنه اللي حصل، او يحاول ان هو يبرر سوء التفاهم اللي حاصل ما بينكم. تمام. انا شايفاه ان هو حاسس ان انت ناقصك حاجات كتيره جدا، عايز حب، عايز مشاعر، عايز اهتمام، وشايفاه عايز يعوضك على ان ناقصك في العلاقه. هيحاول يقرب منك، هيحاول يديلك اللي انت عايزه، لان هو عارف ان انت شخص تستحق اكتر كمان من اللي هو بيديهولك. تمام. ولكن في نقطه سلبيه، ان الشخص ده شويه بيحب السيطره. تمام. وممكن سيطرته دي هي اللي بوظت العلاقه. تمام. سيطرته دي كان ليها دور كبير جدا في بوظان العلاقه. ولكن هو بيحبك، وده سر من اسراره، من الاسرار اللي جواه، بجانب الاسرار اللي احنا قلناها، ان هو بيحبك، لكن مش عايز يبين علشان ما يخسرش شموخه وجبروته وقوته، لان هو شخص ما بيحبش يبين ضعفه. الشخص ده بالنسبه له انت امنيه من الامنيات، بالنسبه له انت حاجه مهمه جدا، بالنسبه له انت حلم. تمام. وبيحلم ان هو يكمل معاك حياته وان هو يكون معاك، لان انت دخلت حياته السعاده ودخلت حياته الايجابيه وكنت حاجه حلوه جدا في حياته. بيفكر ان هو ياخد خطوات للاستقرار معاك. كمان الشخص ده ممكن يكون كل اللي بيحصل ده زي ما قلت لك غصب عنه، هو عمره ما خطط ان هو يجرحك او ان هو يضايقك، هو طول الوقت عايز ان هو يكون معاك. ممكن اللي حصل ده كله حصل غصب عنه او اتجبر عليه زي ما قلت لك. تمام. شايفه ان هو منجذب ليك جدا، مشدود ليك جدا، ولكن المشكله الكبيره زي ما قلت لكم في الاول، اللي انتوا ما بتعرفوش ان انتوا تعبروا عن مشاعركم وتطلعوا اللي جواكم. فانتوا محتاجين ان انتوا تقعدوا مع بعض، تفتحوا قلوبكم لبعض، كل واحد يتكلم، كل واحد يقول ايه اللي جواه، ايه اللي مخبيه، ايه اللي بيزعله، ايه اللي بيفرحه، ايه المشكله. تمام. عشان تقدروا توصلوا لحلول، عشان تقدروا تحلوا المشكله او تحلوا الازمه اللي ما بينكم وما بين بعض. تمام. طيب حبايب قلبي، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.